وواحدة واحدة هتلاقيه بيقلل العند معاكي وهتلاقيه بيهدى. المشكلة اننا ساعات بنتعامل مع العند والعصبية بطريقة بتزودها اكتر، بنفتكر ان ده الحل، وان الحل في الصريخ والتهديد والضرب. السلام عليكم، انا اسماء اخصائيه تربيه، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا. تقريبا معظم الكومنتات جات لي عليه، اللي هو العند. لو انت عندك طفل عنيد بيزن ويصرخ ويرفض اي حاجه، كل حاجه لا لا لا، وبيبكي من اقل كلمه وبيضرب ويكسر ويعاند ويرفض، يبقى الحلقه دي ليكي علشان هقولك اهم 7 خطوات تتعاملي بيهم مع طفلك. اول حاجه، افهمي سبب العند. قبل ما تحكمي عليه لازم تفهمي ايه السبب. العند مش دايما عناد، ممكن يكون رفض علشان مش فاهم، مقاومة علشان مفيش مساحة يختار، غضب علشان مكتوم، احتياج مش متشبع يعني زي النوم او الجوع او الحضن، او بس عايز يحس ان هو موجود وليه صوت. العند ساعات بيكون طريقة الطفل يقول بيها ان هو موجود وان هو مش لعبة. الطفل اللي طول اليوم يتقاله ما تعملش كده، ما تقولش كده، ما تلمسش، طبيعي جدا يعني. شوفي وقت العند بيحصل امتى، بعد النوم ولا قبل الاكل، لما بيكون متضايق مثلا من اخوه، كل ده مهم جدا. الخطوة التانية، اختاري معاركك، مش كل حاجة تستاهل خناق. يعني ان هو لبس الشراب ولا لا، ان هو عايز يختار التيشيرت بتاعه لونه ايه، ان هو رص اللعب وجابها ورجعها مكانها ولا لا، دي حاجات بسيطة جدا. لو سبتيله فيها حرية شوية مش هيقاومك في الاهم. الام اللي دايما بتقول لا، هيجي عليها وقت الطفل ما يسمعش منها اي حاجة حتى لو ضرورية. القاعدة الذهبية، اتمسكي بالاساسيات وسيبي الباقي. الخطوة التالتة، قربي منه قبل ما تأمريه. قوم اغسل ايدك، سيب اللعبة وتعالى. طبيعي ما يردش، وطبيعي يعني طبيعي يتجاهلك اصلا. لكن لو قربتي منه ونزلتي لمستواه او لعبتي معاه، ايه رأيك يا حبيبي تعالى نلعب مع بعض اللعبة دي، او سيبي اللعبة دي، او تعالى نقوم نغسل ايدينا احنا الاتنين، هتلاقيه واحدة واحدة بدأ يبطل عند وهيسمع كلامك. وخصوصا لو انت بتندهي له من بعيد، ممكن اصلا الطفل ما يكونش سامعك، فانت هتحسبيه ان هو بيعندك. الاطفال محتاجين اتصال جسدي وعاطفي، مش اوامر. الخطوة الرابعة، وفري له اختيارات، حسسيه ان هو صاحب القرار. الطفل العنيد دايما عايز يحس ان هو ليه رأي، لو حس ان هو مجبر هيقاومك وهيعند، لكن لو حس ان هو بيختار هيتعاون. يعني مثلا تقولي له تحب تلبس البنطلون ده ولا ده، تحب تغسل اسنانك الاول ولا وشك، نذاكر دلوقتي ولا كمان 10 دقايق. كده انتي بتخلي القرار في ايده، وفي نفس الوقت بتوصليه للهدف. الطفل مش بيحب يتحكم فيه، بس بيحب يتحكم في نفسه. الخطوة الخامسة، احتوي الغضب بدل ما ترد بالغضب. يعني طفلك لما بيصرخ وبيضرب وبيكسر، ما ترديش عليه بنفس الطريقة. انتي الكبيرة وانتي القدوة وانتي اللي بتعلميه يسيطر على نفسه من تصرفك مش من كلامك. يعني الرد بعصبية بيزيد المشكلة، الرد بهدوء بيهدي الطفل مع الوقت، حتى لو ما بيبينش في اللحظة دي. ممكن تقولي أنا شايفة إنك متضايق جدا، بس مش هينفع تزعق بالشكل ده، تعالى نهدى وبعدها نتكلم، أنا جنبك ومش هسيبك حتى وإنت متضايق. كل الكلام ده بيعزز ثقة الطفل بنفسه، بيحسسه إن هو ليه شخصية. الخطوة السادسة، ثبتي قواعد وكوني مرنة في الطريق ليها. يعني ايه؟ يعني انت عندك قاعدة مهمة، بس الطريق للوصول ليها ممكن يتغير على حسب مزاج الطفل وحالته. زي مثلا القاعدة بتاعت نغسل ايدينا قبل الاكل، دي قاعدة ثابتة، لكن الطريقة ممكن نلعب لعبة السباق، او نغني اغنية، او نعد مع بعض. انت هتحببي الطفل في غسيل الايد قبل الاكل. في قاعدة تانية مثلا زي ان احنا نرتب اللعب قبل النوم، الطريقة ممكن نعدهم او نلعبهم لعبة مين يرتب اكتر، او نختار لعبتين يناموا معانا. الطفل لما يحس ان انتي مش متسلطة هيبقى مرن زيك. الخطوة السابعة، ركزي على السلوك الكويس حتى لو بسيط. الطفل العنيد طول اليوم بيسمع كده غلط،
كفايه ليه كده، انت دايما بتغلط. لكن قليل جدا لما بيسمع كلام كويس. انت ممكن تقولي له كويس ان انت حاولت ان انت تظبط اوضتك، او الله ايه ده برافو عليك انت لميت اللعب، هي ناقص كام واحده بس هنلمهم مع بعض. تقول له ايه ده عجبني قوي انك سكت شويه لما كنا بنصلي، برافو عليك. ممكن تقولي له برضو شكلك كبرت لما قررت تلبس لوحدك، شطور. لما تمدحي التصرف الايجابي الطفل بيكرره اكتر، مش علشان ان هو خايف، بس علشان ان هو بيحس بالفخر. يعني من الاخر كده المديح بيقوي السلوك، لكن النقد المستمر بيثبت الصورة السلبية عن نفسه. ملخص لكل ده، كلمي اقل واعملي اكتر. الطفل ما بيسمعش كتير لكن بيشوف كل حاجة. تاني حاجة، ما تسيبيش العند يكبر، كل ما تتجاهليه هيتمكن اكتر. علميه يعبر عن نفسه بالكلمات، انا متضايق، انا زهقان، انا عايز وقت لوحدي. كل ما عرف يتكلم كل ما قل العنف. خلي بينك وبينه علاقة امان علشان يسمعك لما تقولي اوعى تعمل كده. لازم يحس انك مش عدوة. ابنك مش عنيد علشان يتعبك ولا عصبي عشان يغيظك، هو بيصرخ علشان مش لاقي طريقة تانية يقولك اللي هو عايزه. الطفل اللي يتقاله اسكت ما تعيطش بطل دلع بيبقى جواه نار عايز يصلحها في العنف والتحدي وعند. لكن الطفل اللي يسمع انا شايفه انك زعلان وهسيبك لغايه ما تهدى وبعد كده نتكلم، بيهدى ويحبك ويسمعك. انت الكبيره وهو الصغير، هو بيختبرك وانت بتعلميه، وكل موقف فيه فرصه يا اما تكسبيه يا اما تكسريه.